الله الرحمن الرحيم. بيان قبيلة المسامير. السيد المحترم القائد العام للقوات المسلحة، تحية طيبة وبعد. نحن قبيلة المسامير نتقدم إليكم بهذه المذكرة والتي نعمل فيها منكم التحقيق بقضية خطف وقتل ابننا المرحوم أشرف عمر حمد والبالغ من العمر 44 عام، الموظف بوزارة الزراعة المقيم بمدينة البيضاء، والتي تتلخص في الآتي: بتاريخ 2/6/2024 ميلادي الموافق ليوم الأحد الساعة 3 صباحا، تم اقتراض سيارة المرحوم من قبل المجهولين في سيارة نوع سانتافيا اللون رصاصي، وبشارع المستشفى بجوار مدرسة عمر بن الخطاب، وكان برفقته ابن خالته المدعو عز الدين سعد ميلول، حيث قاموا بتقبيل أيديهم وعصب أعينهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة. حوالي الساعة 4 فجرا تم إطلاق سراح عز الدين في منطقة سيدي عبد الواحد، وانقطع استقبال ابننا المرحوم، ومع استمرار البحث عنه من قبل أفراد الأسرة تم العثور على جثته بمستشفى الجلال بنغازي، حيث أفاد أعضاء الشرطة العسكرية المكلفين بحراسة المستشفى إنه تم إلقاء جثته من قبل المجهولين أمام المستشفى الساعة 7 صباحا يوم الخطافي. وقد تسلمنا جثمان المرحوم عن طريق النيابة العسكرية يوم العثور على جثته بتاريخ 4/6/2024 ميلادي الموافق يوم الثلاثاء، علما بأن جثمان المرحوم متحلل مما يدل على مقتله يوم خطفه، ولم يتم إفادتنا بأي شيء بالخصوص. وكما هو معلوم إن المستشفى تتم حراسته من قبل الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة. لما تقدم ولما لمسناه منكم من حرص على أمن الوطن وسلامة المواطن، نأمل منكم تكليف الجهات المختصة بممارسة التحقيق في الواقع للوصول إلى الجناح. قبيلة المسامير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.